البطاطين الملوثة بالجدر والحصبة كانت السبب في إبادة جماعية لشعب كامل. بس ثواني، أنا دخلت في الموضوع على طول. استنوني أروح أجيب كوباية شاي عشان الجو برد قوي، وأستناكم بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كتاب من الآخر ورحب بكم. أنا مروة خالد، ويلا نبدأ. زي ما قلت لك صديقي في الانترو، واحدة من أقدم الأسلحة البيولوجية واللي استخدمت مع الهنود الحمر أو السكان الأصليين لأمريكا هي البطاطين الملوثة بالحصبة والجدري، ودي كانت لموتى ماتوا بالأمراض دي. البطاطين دي بعتها الأوروبيين كهدية للهنود الحمر، واللي بمناسبة شوية كده هقول لك معنى الاسم ده. هما كانوا باعتينها لهم قال إيه كهدية، وللأسف الهنود الحمر صدقوا وردوا لهم الهدية دي بذهب وحاجات قيمة علشان يتفاجئوا بانتشار الأمراض دي بينهم بسرعة رهيبة جدا، وعملت وفيات أعداد رهيبة. وده ببساطة لأن مناعتهم صعبة جدا تتعامل مع الأمراض دي، والأوروبيين كانوا عارفين ده وعارفين إن أجسامهم ضعيفة جدا إن هي تحارب الأمراض دي. وعايز أقول لك يا صديقي إن السلاح ده كان هو السبب في إبادة جماعية حصلت للهنود الحمر، ودي كانت بداية أمريكا. تعرف إن أعداد الهنود الحمر اللي أبيدوا بيوصل ل 40 أو 50 مليون شخص، أو في تقديرات بتقول أكتر من كده بكتير. متخيلين الرقم؟ طيب لو جينا نحط متهم للجريمة دي، أنا بشوف إن هو كريستوفر كولومبوس، أو اللي بيسمى بيه مكتشف أمريكا. واللي أنا بشوف إنه لا اكتشفها ولا نيلة، لأن هي موجودة أصلا ولها شعبها، هو جه خربها وبس. كريستوفر كولومبوس كان في رحلته للهند وتاه، ووصل على سواحل أمريكا، وهناك شاف الهنود الحمر. الأول افتكرهم هنود فأطلق عليهم هنود، لقى إن بشرتهم بتميل إلى الحمرة فأطلق عليهم الهنود الحمر عشان يفرقهم عن هنود آسيا. يعني من الآخر الاسم افتكاسة منه. بص يا صديقي، وصول كريستوفر كولومبوس لأمريكا كان بمثابة الهلاك للشعب ده، لأنه ببساطة كان شعب في حاله وهادي ومتقسم على نظام قبائل، وبيظبطوا حالهم ما بينهم وبين بعض، وما كانش حد عارف عنهم أي حاجة. ومجرد معرفة الشعوب دي لفرنسا وبريطانيا وأسبانيا بيهم، كانوا المادة الخام لدول استعمارية زي دي تتحكم فيها براحتها. كريستوفر كولومبوس وهو هناك بعت رسائل للدول الأوروبية، واللي جاء فيها بالنص هؤلاء السكان يجب أن يكونوا خداما جيدين وأتباعا مخلصين للكنيسة. يعني من البداية كده نظرتهم لهم إن هم خدام وعبيد. صديقي أنا عايزاك تفهم إن هم كانوا شايفينهم طبقة أقل منهم بكتير، وده تلاحظه في الكتب الإنجليزية اللي جاء بالوصف فيها للهنود الحمر إن هم شعوب لا تعقل ويأكلون زوجاتهم وأبنائهم. أوصاف زي دي كانت مدياهم المبرر للإبادة اللي هم عملوها، اللي هم شايفينهم شوية حيوانات، سوري في اللفظ. يعني بدأ الأمر باستغلال الموارد، استعباد الأهالي، إقامة مستعمرات، وكانت الخناقة قايمة ما بين الدول الأوروبية، كل واحد عايز نصيب من التورتة. بس الخناقة الأكبر كانت ما بين بريطانيا وفرنسا، واكتمل ده صديقي بهجرات لأعداد كبيرة جدا من الأوروبيين للأمريكتين، وبدأ أعداد السكان الأصليين يقل، سواء بقى بقتل، بتهجير لغرب المسيسيبي، أو ببطاطين ملوثة زي ما قلنا في بداية الحلقة. عايز أقول لك إن نسبتهم الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعدى ال 4 مليون نسمة. متخيلين الأرقام اللي كانت موجودة دلوقتي بقوا بكام؟ وطبعا كان في محو للهوية وإبادة للثقافة وللتاريخ. واحدة من الأكاذيب دي هي كانت بوكاهونتس، ومش الكرتون اللي أنا لسه عارفة النهارده إن في كرتون اسمه كده، بس مش الكرتون. هحكي لكم القصة الحقيقية لبوكاهونتس. بوكاهونتس تبقى بنت زعيم قبيلة من الهنود الحمر. مع وصول الأوروبيين للأمريكتين حصل مناوشات ما بين القبيلة دي وما بينهم، في الآخر انتهت بمعاهدة سلام. في الوقت ده بوكاهونتس كان عندها 10 سنين، لكن الأوروبيين غدروا بالمعاهدة دي وخطفوا بوكاهونتس. بوكاهونتس بعد ما اتخطفت، واللي زي ما قلنا كانت 10 سنين، تعرضت للعنف والاعتداء، وسفروها على بريطانيا، وتم تغيير اسمها لريبيكا، وتم تعميدها، وجوزوها لواحد اسمه جون رولف. اشتهرت بوكاهونتس أو ريبيكا في المجتمع الأوروبي على إنها رمز للتسامح مع الهنود الحمر، وإن العلاقات ودية وحلوة جدا، لدرجة إن زعيم القبيلة ساب لهم بنته، وإنها تحولت من الهمجية بتاع أهلها لمنتهى الكيوتنس ومنتهى السلام والتسامح بتاع الإنجليز. لكن بوكاهونتس لما اكتشفت إن هما لسه مكملين الضرب في أهلها، وإن هما مستغلينها علشان يصدروا صورة مش موجودة أصلا، بدأت إن هي توقف الكلام وتبتعد تماما. وهنا تم تسميمها. عايزة أقولك إن هي سنها في الوقت ده كان 14 سنة. تخيل، طفلة تعرضت لكل الظلم ده. عايز اقول لك يا صديقي ان الروايه الكاذبه لبوكاهونتس هي المنتشره واللي الكل عارفها، محدش عارف القصه اللي انا حكيتها لك دي اصلا. عايز اقول لك يا صديقي ان بوكاهونتس هي رمز للظلم اللي تعرض ليه السكان الاصليين لامريكا. طب يا صديقي، فين الهنود الحمر دلوقتي؟ والله وانا بعمل سيرش لقيت ان في مجموعه منهم محافظه على ثقافتها، ولسه بيتكلموا اللغه بتاعتهم، بيحتفلوا بالاعياد، وموجودين في اماكن بيسميها الامريكان محميات، وكانهم مصرين حتى بعد مرور السنين دي كلها يلصقوا فيهم ان هم حيوانات. والله ما حيوان الا انتوا. طب انا حكيت ده كله ليه؟ والله يا صديقي عايزاك ما تستغربش لما وصفوا الفلسطينيين بانهم
حيوانات، والله الحيوانات اللي هم شلل، لان ببساطه الاسلوب الاوروبي واحد والقصه هي. امريكا ما قامتش يا صديقي الا على جثث وانقاض السكان الاصليين، علشان كده بقوا دوله، واسرائيل بتسعى لنفس المخطط ونفس السيناريو، عايزين يقوموا دولتهم على جثث الفلسطينيين، لان ببساطه يا صديقي لا يمكن اقامه دوله وسكانها فيها، هم عايزين يعملوا اباده جماعيه لكل السكان عشان تحلالهم العيشه فيها. بصراحه الوضع خطير والتاريخ بيعيد نفسه، وادينا بنحكيه يكشن التعظ. وفي الاخر انا حلقتي بمجموعه من الاسئله: امتى الوضع ده هيكون له نهايه؟ طب امتى الدول العربيه اللي عندها لا مبالاه وطناش وفي جزء منهم مصهين من البدايه هتفوق؟